السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ده هيكون الفيديو الرابع من الباش سكريبت من مديول 1 لينكس فاندامنتالز باش سكريبت. النهارده هنعرف شوية حاجات عن الباش سكريبت. تمام. الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا ايه هو الباش سكريبت وازاي يفيدك في حتة البن تيستنج والباج باونتي، ومن خلال الباش سكريبت تقدر تعمل ايه بالظبط. تمام. طيب هنتكلم النهارده عن شوية حاجات، ولسه هيكون في فيديو تاني، لسه هيكون في فيديو تاني او تالت. تمام. النهارده هنتكلم عن الفاريبلز واليوزر انبوت، عن الارجيومنتس تو سكريبتس، وعن الريدايركت والبيبنج. كل الكلام ده هنعرفه النهارده بالتفصيل. تمام. والفيديو اللي جاي هنعمل سكريبت كامل عن الثلاث حاجات دول بالظبط. جميل. طيب خلينا ننزل سطر كده تحت بحيث ان احنا نتكلم عن الفاريبلز بس. عايزين نعرف what is variable. وات از فاريبل؟ يعني ايه الفاريبل؟ الفاريبل هو مكان في الميموري بتتخزن فيه قيمه عشان تستخدمها بعدين. يعني مثلا بدل ما تكتب نفس القيمه، لا كل شويه، يعني بدل ما تكتب نفس القيمه كل شويه، لا بتحطها في متغير وتنادي عليها براحتك وقت ما انت عايز. تمام. طبعا اللي جاي من خلفيه برمجيه عن البايثون مثلا وكده هيلاقي ان كل لغات البرمجه يعتبر شبه بعض. تمام. يعتبر شبه بعض. طيب كده احنا عرفنا ايه الفاريبل. الفاريبل ده قلنا ان هو عباره عن مكان في الميموري بتتخزن فيه قيمه عشان تستخدمها بعدين. بدل ما تكتب نفس القيمه كل شويه، لا انت بتحطها في متغير وتنادي عليها براحتك. جميل. طيب احنا برضو عايزين نعرف الاكستنشن بتاعت الباش بتبقى الامتداد بتاعها ايه بالظبط. يعني مثلا انا اقول ان هو الفايل اسمه سكريبت. تمام. هيكون الامتداد دوت اس اتش. دوت اس اتش يعني كده انت بتشتغل بلغه الباش سكريبت. تمام. طيب important one line، اول سطر هتكتبه في الباش سكريبت هو السطر ده، شباك علامه تعجب سلاش بين باش. طيب اشمعنى تكتب السطر ده؟ ده بيكون اول سطر معانا وده بيكون ثابت، لازم تكتبه في الاول في الاول خالص. ليه؟ علشان انا اقول للسيستم شغل السكريبت ده بلغه الباش سكريبت. جميل. طيب احنا عايزين ندي مثال بسيط، مثال بسيط خالص عن الباش سكريبت وكده. فنروح للديسك توب ونعمل ام كي داير، بحيث بقى ايه ان احنا نعمل نسميه باش بس، او نخليه باش سكريبت بس، ونخش جوه الباش سكريبت. كلير الاسم مفيش اي حاجه، نعمل نانو. نعمل ايه 1 باش دوت اس اتش. تمام. ونحط السطر ده معانا شباك علامه تعجب بعد كده من باش. ده هيكون اول سطر معانا. انا بس عايز اعمل سكريبت بسيط جدا هفهمك لغه الباش بتبقى ماشيه ازاي. هقول له نيم، ده الفاريبل اللي انا عامله وقيمته، القيمه بتاعتها تبقى هيكس فاوند. تمام. وبعد كده انا عايز يطبع لي كلمه هيكس فاوند دي، فانا اقول له ايكو دولار ساين نيم. تمام. طيب كده انا عملت ايه؟ كده انا بقول للسيستم خزن كلمه هيكس فاوند دي جوه المتغير اللي اسمه نيم، ولازم تحط الدولار ساين دي قبل اسم المتغير. اشمعنى؟ عشان اقول له هات القيمه اللي جوه الاسم ذات نفسه، مش تجيب لي الاسم نفسه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو شلت مثلا الدولار ساين دي كده، لو شلتها كنترول شيفت اس كنترول شيفت اكس عشان ارن السكريبت ده، ممكن اقول له باش، كلمه باش، وادي له اسم السكريبت 1 باش دوت اس اتش. بص طبع لي ايه؟ طبع لي النيم، لكن انا اصلا كنت عايز اطبع كلمه هيكس فاوند، فانا لازم احط له الدولار ساين دي. تمام. الدولار ساين ليه؟ علشان اقول له هات الاسم، قصدي هات القيمه اللي جواه، مش تجيب لي الاسم نفسه. تمام. طيب كنترول شيفت اس كنترول شيفت اكس باش 1 باش دوت اس اتش. كده انا طبعت كلمه هيكس فاوند. هندسه انت قلت لي قبل كده، انت قلت لنا قبل كده ان احنا ممكن نعمل دوت سلاش 1 باش دوت اس اتش. هو نفس الفكره، بس انت كده مش مديله صلاحيه الاكسكيوت. ال اس داش ال ايه، هتلاقي ان هو مش واخد البرميشن بتاعت الاكسكيوت. فانت بتقول له تشينج مود بلس اكس 1 باش دوت اس اتش انتر دوت سلاش 1
هتلاقيه طبع كلمه هيكس فاوند. لحد هنا احنا تمام، وهوضح لك كل حاجه بالتفصيل. تمام كده. انا بقى عايز اكتب لك الاوامر دي، فاحنا نعمل ايه؟ كلير ls/la، قصدي ممكن نعمل gedit 1 bash.sh. خلينا ناخد الاوامر دي كده ونحطها في الكود. ده هيكون بالشكل ده. تمام. طيب خلينا بقى نتكلم عن كام حاجه كده. تمام، في الفاريبلز اند يوزر انبوت. تمام، جميل. دلوقتي احنا عايزين نتكلم عن الاكسبليسيت definition explicit definition، وعايزين نتكلم عن read command، وعايزين نتكلم عن command substitution مظبوطه كده. تمام، عايزين نتكلم عن substitution command substitution وريد command والاكسبليسيت definition. تمام. طيب كويس قوي. طيب احنا بقى نعمل ايه؟ ننزل كده تحت شويه ونتكلم عن explicit definition. كلمه explicit انت حاجه يعني انت محددها، يعني هي حاجه انت محددها بشكل واضح. تمام، في الباش سكريبت انت كاتب القيمه نفسها جوه الكود. مش فاهم دلوقتي؟ مثلا انا لما جيت اطبع كلمه هيكس فاوند طبع لي كلمه هيكس فاوند. طب ما انا كنت عايز اطبع كلمه حازب. اكيد لو الكود مثلا نفترض ان الكود بتاع الباش سكريبت تمام 10000 سطر مثلا على سبيل المثال. هل بقى لو انا مش عايز يطبع لي مثلا كلمه هيكس فاوند، عايز يطبع لي حاجه معينه، هعدي على ال 10000 سطر واعدل من كلمه هيكس فاوند اخليها مثلا حازم؟ مستحيل، صح؟ فدي الاكسبليسيت ديفينيشن. كلمه اكسبليسيت دي حاجه انت محددها بايدك بشكل واضح في الباش سكريبت، يعني انت بتكتب القيمه نفسها جوه الكود. تمام، دي كده فكره الاكسبليسيت ديفينيشن، انت اللي محدد القيمه بنفسك. جميل قوي. تعالى ناخدها كده. دي حاجه انت محددها. ممكن بقى تشيل هيكس فاوند وتخليها مثلا حازم، برضو دي explicit definition، دي حاجه انت محددها. جميل. طيب كده احنا خلصنا الاكسبليسيت ديفينيشن. عايزين نخش على ريد كوماند. الريد كوماند بقى ده بيكون امر في الباش بيخليك تاخد انبوت من اليوزر نفسه. عشان نستخدمه في الباش سكريبت بنستخدم امر اسمه ريد. تمام، يبقى ريد كوماند ده بيكون امر موجود في الباش سكريبت بيخليك تاخد انبوت من يوزر نفسه. عشان نستخدمه في الباش بنستخدم امر اسمه ريد. تمام. طيب خلينا ندي مثال وبعد كده نكتب الكود بتاعنا. امسح ده كله. انا هقول له مثلا ريد نيم. تمام، واخليه يطبع لي الايكو نيم. يعني ايه؟ يعني انا اول ما اليوزر يبدا يرن السكريبت بتاعه هيكتب حاجه، ومسافه انه يكتبها هتطبع في نفس الوقت. كنترول شيفت اس كنترول شيفت اكس. جميل. واقول له دوت سلاش 1 باش سكريبت. كده بص مفيش اي حاجه هنا اهو. هو كده مستني اليوزر يكتب حاجه. طيب انا هكتب له مثلا هيكس فاوند سايبر سيكيورتي. بص طبعها لي هيكس فاوند سايبر سيكيورتي. اليوزر اول واحد كتب هيكس فاوند سايبر سيكيورتي، واول ما كتب الاسم ده وداس انتر راح كاتب راح طبعها لك قدام. تمام. طيب تعالى نشرح بقى الكود. ريد نيم. طب اشمعنى نيم؟ لا انت ممكن تغير النيم دي. يعني انت ريد نيم كده انا بقول له استنى اليوزر هيكتب حاجه وهتخزنها بعد ما اليوزر يكتب الحاجه دي هتخزنها جوه متغير اسمه النيم. تمام. وبعد كده ايكو دولار ساين نيم. اول ما اليوزر يخلص خالص ويدوس انتر عايزك تطبع لي النيم ده. جميل. يعني انت بتقول لي انا كده استنى اليوزر يكتب حاجه، ولما اليوزر يكتبها هخزنها جوه متغير اسمه النيم، ولما اليوزر يخلص خالص هطبع كلمه يعني هطبع المتغير اللي اسمه النيم اللي جوه النيم. هطبع اللي جوه النيم. تعالى كده اهو مثلا نغير النيم دي نخليها مثلا سايبر. خليها سايبر. تمام. دلوقتي هو مستني اليوزر جوكر طبع لي جوكر. طيب تخيل بقى
تخيل لو الريد دي مش واخده سايبر مثلا، واخده بالشكل ده. تعالى كده نعمل، بص على فكره ده اليوزر اللي كتب كلمه جوكر، لكن هو ما طبعلكش اليوزر كتب ايه. هو مش طبع اليوزر كتب ايه، هو بس كاتب لك، يعني هو عرض لك اللي اليوزر كتبه اللي هو جوكر. تمام. ليه بقى؟ علشان انت هنا غيرت في الريد، انت دلوقتي مش بتنادي عليها الدولار ساين دي، مش لاقي حاجه تنادي على دي. هتقولي ما دي سايبر ودي سايبر، اقول لك لا، السي سمول ولازم تديها لها كابيتال. لو انت سيفت الفايل ده وقلت له جوكر، هتلاقي ان الكود اشتغل معاك تمام وما فيهوش اي مشكله. طيب كويس قوي كده، احنا عرفنا. عايزين بقى ناخد ايه الكود ده، جي دي اديت. تمام، ناخد الكود ونحطه هنا بحيث ان انت تبقى تراجع عليه. طيب خلينا بقى نتكلم عن كوماند سبستيوشن ونعرف ايه فكرته بالظبط. طيب هو انك بتشغل اوامر وتاخد الاوتبوت بتاعه وتستخدمه كانه قيمه او فاليو بشكل عام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بدل ما النتيجه تطلع على الشاشه، لا انت ممكن بتخزنها او تستخدمها جوه كود معين. تمام. طب خليني اقول لك السنتكس بتاع الكود هيبقى ماشي ازاي. السنتكس بيبقى دولار ساين بالشكل ده، وبعد كده كوماند الاوامر. تمام. تعال اديك مثلا مثال بسيط جدا. تعال، احنا قلنا ان هو ماي بيعمل ايه؟ بيقول لك انت روت صح، قصدي انت كالي، مظبوط. جميل، احنا نعمل نانو ونمسح ده كله بقى. تمام، ونقول له مثلا كارن يوزر، ماشي، ونقول له الدولار ساين. جميل، ونديله الامر الكوماند بقى، احنا عايزين نرن اوامر. فالامر اللي انا هرنه ده ايه؟ هرن مثلا هو ماي. تمام، هرن هو ماي. جميل، وبعد كده هقول له ايكو اطبع لي الكرنت يوزر. تمام، انا عايزك تطبع لي الكرنت يوزر. كده انا عملت ايه؟ بص، هو ماي بيعمل ايه؟ ده بيجيب اسم اليوزر صح؟ طيب، ولما انا قلت له الدولار ساين وحطيت بين قوسين هو ماي، كده انا بقول له ايه؟ هات النتيجه، يعني شغل، قصدي شغل الكوماند وهات النتيجه بتاعته. وبعد ما تجيب النتيجه بتاعته هتخزنها جوه متغير اسمه ايه؟ كرنت يوزر. وبعد ما تخلص خالص هتطبع لي الكرنت يوزر ده، اللي هو مثلا ممكن يطلع روت، ممكن يطلع كالي، ممكن يطلع اي حاجه. فكنترول شيفت اس، كنترول شيفت اكس. جميل، واقوم اقوم ايه؟ عامل رن للفايل ده، هيطبع لي ان هو كالي. طب هو خلينا كده نعمل سودو اس يو ونطبع كده 1 باش سكريبت، قال لي انت روت. تمام، كده انا عملت ايه؟ كده اكزit نانو. تمام، نعيد الامر ده تاني او نعيد الكود ده تاني. احنا قلنا ان هو ماي فكرته ان هو بيجيب اليوزر صح. لما انا قلت له دولار ساين وحطيت بين قوسين هو ماي، كده انا بقول له شغل الامر ده وهات النتيجه، وبعد ما تجيب النتيجه خزنها جوه الكرنت يوزر ده. تمام، كده احنا استخدمنا ان الكرنت يوزر مسافه هو هيخزنها، هيقوم انا ايه؟ قايل له نفذ الامر اللي بعده اللي هو ايكو كرنت يوزر. بعد ما تنفذه هتطبع لي ايه هو الكرنت يوزر ده، هل هو روت، ادمنستريتور، احمد، علي، حسن، ايا كان. تمام، فمسافه ان انا قلت له خد رن السكريبت ده، فبدا يرن السكريبت وقال لي انت كالي وكل حاجه. تمام، سكريبت بسيط جدا ما فيهوش اي مشكله. تمام، خلينا ناخد الامر ده. انا عملت لك سنتكس كود ان بين كوماند ده، يعني ممكن اقول له بي دبليو دي، بي دبليو دي، ممكن اقول له ال اس. تعالى كده نجربها على ال اس. خلينا نشيل بدل هو ماي نخليها بي دبليو دي، او نخليها مثلا بي دبليو دي. كويس، خليها بي دبليو دي احسن. سيف، سيف. تعالى نقول له 1 باش سكريبت، او طبع لي المسارات. تمام، فهو بياخد منك اوامر انت بتديها له. جميل،
احنا خدنا السكريبت مظبوط كده. طيب خلينا بقى ايه نطلع فوق كده شويه ونتكلم. احنا كده خلصنا الفاريبلز اند يوزر انبوت، تمام. طيب عايزين بقى نتكلم عن الارجيومنتس تو سكريبتس وكده. طيب ننزل سطر كده شويه. طيب الارجيومنتس تو سكريبت ده فكرته ايه بقى؟ فكرته انك بتبعت فاليو للسكريبت وانت بتشغله، يعني انت بتبعتها من بره. مش فاهم؟ طيب احفظ العلامات دي. دولار ساين زيرو ده بيكون اسم السكريبت اللي هو one bash دوت اس اتش. بعد كده دولار ساين رقم واحد ده بيكون اول ارجيومنت. طيب دولار ساين رقم اتنين ده بيكون تاني ارجيومنت، وهكذا بقى. طب هندسه انت عمال تقول ارجيومنتس، يعني ايه ارجيومنتس اصلا؟ هقول لك. دي قيمه بتبعتها للبرنامج او السكريبت وانت بتشغله. يعني مثلا اديك مثال، يعني حاجه بتدخلها من بره والسكريبت بيستخدمها جوه. جميل. طيب عايزين ناخد مثال على الارجيومنتس ده. جميل قوي. طيب خلينا ناخد المثال. جميل. احنا قلنا بس ايه الباسنج ارجيومنتس تو سكريبتس ده عباره عن ايه؟ قلنا ان هو كل فكرته انك بتبعت فاليو للسكريبت، وانت بتشغله، يعني انت بتبعت حاجه من بره. جميل. طيب قلنا ان الدولار ساين زيرو ده بيكون اسم السكريبت. دولار ساين واحد ده بيكون اول ارجيومنت، اتنين ارجيومنت، وهكذا. يعني ايه ارجيومنت؟ ارجيومنت اصلا دي فكرتها ان قيمه بتبعتها للبرنامج او للسكريبت وانت بتشغله. يعني حاجه مثلا حاجه بتدخلها من بره والسكريبت بيستخدمها جوه. طيب احنا عايزين ناخد مثال على الموضوع ده. تعالى نعمل كده ايه كلير ونعمل نانو وان باش ونمسح ده كله كده. طيب احنا هنقول ايه بقى؟ هنقول مثلا ايكو ونعمل دبل كود ونقول له مثلا ايه يور نيم، مثلا يور نيم از، ونقول مثلا دولار ساين واحد. ده كده هياخد اول ارجيومنت، تمام. بعد كده اقول له ايكو ونعمل دولار دبل كود ونقول له يور مثلا ممكن مثلا نقول ايه يور ايج، مثلا يور ايج از، ونقول له دولار ساين 2 ونديله تاني ارجيومنت كنترول شيفت اس كنترول شيفت اكس. جميل. طيب انا هرن السكريبت وان باش. طبعا انا لو رنيته هيطبع لي كل الكلام اللي انت شايفه قدامك ده. ايكو نيم از، ايكو يور ايج از. طب ما انت كده هندسه ما عملتش حاجه. طب الدولار ساين واحد بقى والاثنين دول اعملهم ايه؟ ما احنا قلنا ان انت بتكتب، يعني احنا قلنا ان في قيمه انت بتبعتها للبرنامج او للسكريبت وانت بتشغله من بره، يعني حاجه بتدخلها من بره والسكريبت بيستخدمها جوه. فهمت؟ يعني انا لو قلت له دوت سلاش وان باش دوت اس اتش، لو قلت له مثلا حازم وانا عندي 26، بص هيطبع لي ايه؟ اول ارجيومنت حطها فين؟ في اليور نيم از حازم، والتاني ارجيومنت حطها في الايدج از 26. تمام. يبقى انا كده لما قلت له نانو وان باش دوت اس اتش هتاخد اول ارجيومنت ده وتاني ارجيومنت ده. طب تخيل لو انا عكستهم. الفكره ان هنا موضوع، لو انا عكست بدل الاثنين دي، يا بدل واحد خليتها اتنين وخليت خليت دي واحد وقلت له از، تمام. وعكست الكلام بدل حازم، بص حازم ده كان رقم واحد و26 ده كان رقم اتنين. بص عكسها لي، جاب لي رقم اتنين فوق ورقم واحد تحت. تمام. تمام. شوف هو جاب لي، يعني احنا لما قلنا له الارجيومنت الثانيه هتبقى في النيم، هو راح طبقها لي في بتاعه 26 اللي هي هنا اصلا، راح طبقها لي هنا في الاول، وانا اصلا عايز يور نيم از حازم مش 26. فانت رقم واحد دي بتاخد اول ارجيومنت من بعد السكريبت. بص لو احنا عملنا كده وقلت له مثلا ايكو يور از مثلا ارجيومنت زيرو، تمام. وخلينا بقى نعكسها كده نخليها واحد وهنا اتنين. طيب احنا قلنا ان زيرو دي بيطبع اسم السكريبت ذات نفسه.
فتخلينا نتاكد سيف ونقول له دوت سلاش 1 باش سكريبت كده. هو طبع اسم السكريبت اول حاجه اهو تمام، بس ما طبعليش لا حازم ولا 26 سنه. طيب تعالى نقول له حازم 26. بص هتلاقيه طبع بقى ايه، طبع يور از تمام واسم السكريبت اهو، بعد كده راح طبع حازم، بعد كده راح طبع 26 سنه تمام. فهي فكره الارجيومنت، الارقام دي بتبقى هتحط حازم يبقى دي ارجيومنت واحد بعد السكريبت على طول، اتنين بعد كلمه حازم، وهكذا تفضل ماشي على الموضوع ده. خلينا ناخد الكود ونحطه معانا هنا بحيث ان انت ترجع له زي ما انت عايز. جميل اوي. ننزل تحت شويه برضو بس كده. طيب احنا عايزين نتكلم بقى عن حاجه اسمها الفانكشن. عايزين نعرف الفانكشن تمام عباره عن ايه. طب يعني ايه فانكشن؟ فانكشن هي مجموعه من الاوامر بتحطها تحت اسم تمام، وتقدر تشغلها وقت ما انت تحب. يعني مثلا بدل ما تكتب نفس الكود كل شويه، تكتبه مره واحده وتنادي عليها بعد كده تمام. طيب السنتكس، سنتكس مش عارف بيقلب معايا كابيتال ليه. سنتكس كود، السنتكس كود تمام. طيب نشرح تاني الفانكشن. الفانكشن قلنا ان هي مجموعه من الاوامر بتحطها تحت اسم متغير، قصدي تحت اسم، وتقدر تشغلها وقت ما انت تحب. مثلا بعد ما انت يعني بدل ما انت تكتب الكود كل شويه، لا انت بتكتبه مره واحده وتنادي عليها وقت ما انت عايز. قلنا ان السنتكس الكود بيبقى شكله عامل ازاي. خلينا نكتبها مثلا فانكشن اندرسكول نيم تمام. وبعد كده بتفتح بتديله قوسين وتفتح الكيرل بلاك دي وتكتب كوماند مثلا شويه اوامر وتقفل القوس بتاعها. وبعد كده انت محتاج تنادي على الفانكشن نيم تاني بره الكيرل بلاك ده. جميل. طيب بعد كده نعمل ايه بقى؟ تعالى بقى نكتب الكود ده كده 1 باش ونمسح الكلام ده وندي مثال عليها. مثلا احنا نقول له فانكشن فانكشن نيم تمام، ونديله القوسين كده ونفتح. بعد كده نكتب مثلا نكتب اوامر زي ايه، نكتب بي دبليو دي، بعد كده نكتب ال اس، بعد كده طيب خلينا لحد دلوقتي في الموضوع ده تمام. بعد كده نقول له فانكشن نيم ماشي عشان ننادي عليها. طب خلينا نشرح الكود. الفانكشن نيم دي اول واحده دي فانكشن نيم، كده انا بعرف الفانكشن اسمها فانكشن نيم، كده انا بعرف الفانكشن اسمها فانكشن نيم. طيب بعد كده الكوماند اللي انت شايفها دي، دي كوماندز، دي اوامر هتتنفذ لما تنادي على الفانكشن. جميل. ملحوظه مهمه جدا، انت لو ملحوظه مهمه، لو ما كتبتش الفانكشن نيم دي مش هتشتغل، لازم تنادي عليها، لازم تنادي عليها. طيب تعالى نشغل السكريبت ده كده، نقول له 1 باش. بص راح اول حاجه بي دبليو دي راح طابع هوم كالي ديسكتوب باش سكريبت، بعد كده راح طابع ال اس، قال لي ان انت عندك فايل اسمه 1 باش. طيب هندسه معلش في الكلمه بس، هو انا لو شلت الفانكشن نيم دي السكريبت متاكد ان هو مش هيشتغل؟ اصل انا كده كده بشغل السكريبت عن طريق ان انا بقول له دوت سلاش 1 باش. اقول لك تعالى كده بص السكريبت ما اشتغلش اصلا، ما فيش اي فانكشن، ما فيش اي اوامر اتنفذت تمام. خلينا نعمل فايل كده، فايل دوت تكست مثلا جوكر ادمن اكس فاوند سايبر سكيورتي تمام. ونعمل خلينا نكتب هنا فانكشن نيم تمام، ونحط الكات فايل دوت تكست ونسيف الفايل ده كده. جميل. بص عمل ايه بقى؟ عمل بي دبليو دي هوم كالي ديسكتوب باش سكريبت تمام، وبعد كده عمل ال اس، قال لك انت دلوقتي عندك فايل دوت تكست وعندك 1 باش دوت اس اتش. جميل. وعندك بعد ما انا عملت كات للفايل اللي هو فايل دوت تكست، لقيت فيه الكلام ده كله تمام.
فانت لو ما عملتش مش ناديت على الفانكشن ده خالص، يعني انت لو ما عملتلوش فانكشن نيم، الكود ده مش هيشتغل، السكريبت ده كده مش هيشتغل. تمام، ناخد الكلام ده ونعينه معانا هنا بحيث ان انت تراجع له زي ما انت عايز. لحد هنا الموضوع بسيط. انت بس كل الحكايه ان انت محتاج تتفرج على الفيديو مره واتنين وتسجل نوتس، وهتلاقي الموضوع بسيط جدا معاك. تمام، ندخل على الريدايركت ونكمل بقيه الفيديو معانا، يعني نكمل بقى المحاضره. يلا بينا. طيب يلا بقى امسح ده واعمل كلير كده للشاشه. طيب هنتكلم عن ريدايركت. يلا بينا. طيب هي يعني ايه ريدايركت اصلا؟ ريدايركت دي فكرتها انك تقدر تغير الاتجاه بتاع الاوتبوت او الايرور بدل ما يظهر على الشاشه قدامك. لا، بدل يعني مثلا بدل ما النتيجه تطلع قدامك في التيرمينال هنا، لا انت ممكن تبعتها لملف او لمكان تاني. اديني مثال. مثلا انا اقول له ال اس نوت فاوند مثلا لاي حاجه، اي حاجه، ده ايرور، انا مش عايز يظهر الايرور ده قدامي. طب دي اعملها ازاي؟ يعني مثلا مثال بسيط جدا ممكن يحصل، مثال بسيط ممكن اقول له ايكو، هو هيطبع كلمه هلو، لو انا دوست انتر هيطبعها دلوقتي. لا، انا عايز اعمل ريدايركت بقى، عايز اخزن كلمه هلو دي مثلا في فايل 2 دوت تكست، عشان بس عندنا فايل اسمه فايل بس. فانا اقول له فايل 2 دوت تكست، لو انا ضغطت انتر هل كلمه هلو دي اتطبعت قدامي؟ لا، بس راحت فين؟ اتخزنت جوه فايل 2. لو انا عملت كات لفايل 2 دوت تكست، تمام، هتلاقي كلمه هلو هي اتطبعت موجوده جوه الفايل. يبقى فكره الريدايركت دي هي فكرتها ان انت تقدر تغير الاتجاه بتاع الاوتبوت او الايرور بدل ما يظهر على الشاشه قدامك، لا انت ممكن تخزنه جوه فايل. جميل. طيب احنا برضو عايزين نعرف في كام حاجة. ننزل تحت كده. عايزين نعرف بس حاجة اسمها الستريمز. تمام، الستريمز. تمام، دي أول حاجة. في الباش سكريبت بيكون فيه 3 حاجات، يعني 3 حاجات أساسية اسمهم ستريمز. تمام. طيب في رقم، ركز بقى معايا، في رقم 0. الرقم الصفر ده stdn. تمام، ده بيعمل ايه؟ ده بيدخل الانبوت. هشرح لك كل الكلام ده بالتفصيل. تمام. عندنا رقم 1 ده اس تي دي اوتبوت. تمام، ده بيعمل ايه؟ تمام، يبقى الاس تي اوت دي فكرتها في الاوتبوت. هشرح كل حاجه بس خلينا اكتب الارقام. رقم 2 بعد كده حاجه اسمها اس تي دي ايرور. تمام، ودي اختصار لحاجه اسمها الايرورز. تمام. طيب اس تي دي فكرتها اللي هي ستاندرد انبوت. الستاندرد انبوت ده بيعمل ايه؟ بيعمل ادخال للانبوت. جميل. جميل، ده رقمه 0. بعد كده رقم 1 الستاندرد اوت، اللي هو ده بيعمل اوتبوت للحاجه اللي هتطلع عادي. تمام. رقم 2 الستاندرد ايرور، ده لو في اي خطأ بيعرض لك الايرور. جميل. طيب الكلام ده يعني هستفاد منه في ايه، او ان انا هعمل بيه ايه؟ طيب بص، خدها كده قاعده. اي كوماند انت بتشغله بيبقى عندك رقم 1 الستاندرد انبوت، ده بيعمل انبوت. رقم 2 ده بيعمل ستاندرد اوتبوت، ده بيعمل الاوتبوت عادي. رقم 3 لو في مشكله هيطلع حاجه اسمها ستاندرد ايرور. تمام، اللي هو اختصار اس تي دي ايرور. جميل. طيب تمام قوي. تعالى بقى ايه نعمل عملي عشان الموضوع يوضح معانا كل حاجه. طيب قبل ما نعمل عملي بس خلينا نفهم تاني حاجه. الريدايركت ده فكرته في ايه؟ بدل ما الاوتبوت يطلع على الشاشه، لا انا هو دي ملف، دي احنا عارفينها وجربناها في حته الايكو. جميل. طيب يعني ايه بقى ريدايركت؟ ستاندرد اوتبوت اللي هي رقم 2 دي اهي. تعالى ناخد دي كده ريدايركت. ناخد كده ريدايركت اس تي تي اوتبوت. يعني ايه الكلام ده؟ طب هي فكرتها انك هتاخد الاوتبوت عادي جدا. تمام، ودي رقم 1 انك هتاخد الاوتبوت عادي جدا وتوديه لملف بدل ما يظهر على الشاشه. جميل، زي ما احنا عملنا مثال اللي هو بتاع ايكو.
هلو ووديناه للملف ده. ايه اللي حصل بقى؟ مفيش حاجه هتظهر على التيرمينال خالص. تمام، مفيش حاجه هتظهر على التيرمينال هنا نهائي. تمام، تعالى بقى ندي المثال ده كله تاني. ايكو مثلا هلو هكس فاوند هكس فاوند. تمام، ونعمل ريدايركت على ملف اسمه output.txt. لو عملنا كات ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان مفيش اي حاجه ظهرت في التيرمينال هنا خالص، كله اتخزن فين؟ اتخزن جوه الاوتبوت.txt. لو عملنا output.txt تمام، هلاقي كلمه هلو هيكس فاوند موجوده. طيب تعالى بقى اديك بقى مثال تاني. لو عملنا مثلا شلنا كلمه كات هلو هيكس فاوند، لو مثلا عايزين نضيف حاجه، نقول له هلو وورلد بس. المفروض ان انا كده انا بخزن في نفس الفايل صح؟ يعني انا المفروض لما اضيف كلمه جديده هتتحط هلو هيكس فاوند. طب تعالى نبص كده ونعمل كات اوتبوت. بص ده شال القديم ومسح الجديد، يبقى العلامه دي اعرفها كده بقى، دي بتعمل اوفر رايت، بتمسح لو الملف كده كده موجود، بتمسح اللي مكتوب في الملف وبتحط الجديد اللي انت عملته. تمام، طب العلامتين دول بيعملوا حاجه اسمها ابند، ده بيضيف الحاجه اللي مكتوبه جوه الملف. يعني انا لو استخدمت العلامتين دول تمام هيضيف عليها. تعال نبص كده هلو وورلد هيكس. تمام، ولو عملنا كات اوتبوت هلاقي كلمه هلو وورلد اهي وهلو وورلد هيكس. تمام، يبقى العلامتين دول، العلامه دي بتمسح القديم وبتحط الجديد، العلامتين دول بيضيف القديم، قصدي بيضيف على القديم، بيضيف على القديم. تمام. طيب عايزين نعرف بقى ايه ايرور دايركت اس تي ايرور اللي هي ستاندرد ايرور. تمام، بيعمل ايه؟ ده كده رقم ايه؟ رقم 2 اهي، ده كده رقم 2. ده بيعمل ايه؟ ده بيطلع الايرورز، يعني ده اللي بيطلع فيه الايرورز. مثال مثلا لما جينا عملنا قلنا له مثلا ال اس نوت فاوند، هل انا في حاجه اصلا عندي ال اس اسمها نوت فاوند؟ لا صح. فلما بالتالي ده ايرور ظهر صح، انا بدل ما اخليه الايرور ده يظهر قدامي، لا انا عايز اشيله. يعني مش عايز يظهر الايرور ده قدامي. هتقول لي عادي يا هندسه، انا هقول له ايه ال اس مثلا نوت فاوند مثلا، وادي له العلامه دي، وبعد كده اقول له فايل دوت تكست مثلا. ايه ده؟ طب ما الايرور ظهر تاني اهو. اشمعنى بقى؟ يعني انت مجرد ان انت عرفت ان العلامه دي بتخزن جوه فايل، فانت بالتالي ده الايرور اللي ظهر، فانت بالتالي مش عايز الايرور اصلا يظهر قدامك على الشاشه، فتظهره وتقوم تقريبا مسجله في فايل حتى اصلا ما تسجلش جوه الفايل. تمام، فانت بالتالي الايرور ده ظهر قدامك وما تسجلش في الفايل، فالعلامه دي بقى اللي يحصل بقى. بص يا سيدي، هتقول له ال اس نوت فاوند عادي، ده الايرور اللي ظهر معاك. تمام، وهتدي له ايه بقى 2، هتكتب له رقم 2 والعلامه دي، وبعد كده تقول له مثلا ايرور، هتسجلها في فايل اسمه ايرور دوت تكست. الايرور اتشال ما بقاش ظاهر قدامك. تمام، وكده عملنا ريدايركت للايرور ده في الفايل اللي اسمه ايرور دوت تكست اهو. تمام، كده معناه ان هو خد الايرورز ده وحطها جوه الفايل، جوه الملف او جوه الفايل بشكل عام يعني. طيب انا مثلا تعالى نعمل ال اس مثلا، خلينا نمسح ده كله ايرورز مثلا، فايل 2 فايل عادي فايل بس اوتبوت بس، نسيب ده، نسيب السكريبت زي ما هو. خلينا نعمل نانو مثلا ادمن، او خلينا نعمل فايل 1.txt ونسجل فيه ادمن حازم هيكس فاوند مثلا. اتاكد ان الصوت شغال بس تمام، بس عشان بس ما يفصلش في النص. بعد كده نانو فايل 2.txt نعمل جوكر، بعد كده نعمل احمد مثلا، بعد كده نعمل باسورد، بعد كده نعمل ادمن، نضيف شويه كلمات بس. كده احنا معانا كام فايل؟ معانا فايل 1 وفايل 2. حلو. طيب انا هعمل كات لفايل رقم 1، لفايل رقم 1. بعد كده هقول له هديله اي حاجه مش موجوده، اي حاجه مش موجوده بجد، هقول له نوت فاوند مثلا، اي حاجه مش موجوده.
ايه اللي هيحصل؟ بعد كده اقول له 2 تو ديف اللي هو 2، بعد كده العلامه اللي هي الاكبر مني دي، بعد كده ايرورز دوت تكست او ايرور دوت تكست. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو هيعمل كات للفايل رقم 1، بعد كده هيبص على الحاجه الثانيه اللي هي نوت فاوند، مش هيلاقيها موجوده، فبالتالي هيقوم مخزن الايرور ده فين؟ في الايرور دوت تكست. طب وكات فايل ده ايه اللي هيحصل فيه؟ كات فايل هيعرضه قدامك. بص، هو عرض الفايل قدامك عادي تمام، وعمل ريدايركت للايرور في مكان اسمه الايرور دوت تكست. او تمام، قال لك كات نوت فاوند نو ساش فايل اور دايركتوري، مش موجود. طيب تعالى نعمل بقى كات فايل 1، بعد كده فايل 2، بعد كده نوت فاوند نوت فاوند مثلا 2 دوف، بعد كده نقول له مثلا هتخزنها في ايرورز بالتكست. عرض لك كات فايل 1 و2، كمان عمل ريدايركت للايرور. تمام، عادي جدا. تمام، الموضوع هنا سهل جدا، ما فيهوش اي صعوبه. تمام، وهو بس محتاج منك مراجعه ومذاكره، وان شاء الله المحاضره الجايه تمام هوريك تعمل سكريبت ازاي، سكريبت كبير فعلا على كل اللي انت خدته ده. تمام، وانت اللي هتكتبه بايدك، وهتعرف تطلع افكار سكريبتات من دماغك بعد كده. تمام، اظن كده الكلام ما فيهوش اي حاجه غلط، انت بس محتاج ان انت تسجل ملاحظات وتسجل نوتس. تمام، خليني اكتب لك الكلام ده كله، لان ده مجرد كلام بره مش سكريبت خالص. اهو بكتب لك كل حاجه بحيث ان انت لو عايز تراجع. كان في ايكو، هات الامر ده كمان مع انه هو شبه اللي فات اصلا، بس مش مشكله. تمام، في امر تاني، في اللي هو ده اللي بيعمل علامتين، اللي هو بيضيف على القديم. تمام، وده بيمسح القديم ويحط الجديد. تمام، وانس ان انت وصلت لحد هنا، فانت لحد دلوقتي انت تمام. كل اللي انت بس محتاجه ان انت تراجع ملاحظاتك، تبص على المحاضره كويس، تتفرج عليها مره واتنين تمام لحد ما تفهمها بنسبه 100%. وبعد كده تقدر تسجل نوتس بكل الملاحظات دي، وهتعرف تبني سكريبت من اول السيشن اللي جايه. صدقني انا هعمل لك سكريبت كبير جدا على كل اللي انت خدته ده بالظبط، وهتعرف السكريبت قد ايه حجمه كبير، وان انت تقدر تكتبه بايدك وتطلع منه افكار. صدقني انت بس كل الحكايه، انا مش عايز اضغطك، الفيديو دلوقتي داخل في حوالي 40 دقيقه، مش عايز اضغطك اكتر من كده. ذاكر ده كويس وسجل نوتس على نوشن او اوبسيديان، وبعد كده من اول السيشن اللي جايه هتلاقيني مجهز لك سكريبت كبير هنكتبه سوا من اول الصفر لحد ما نقفل السكريبت ونرنه ويشتغل معانا. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفك في المحاضرة الجاية يا صديقي. سلام.